فلو انت ربنا سبحانه وتعالى خلقك في ظروف مادية متواضعة، ده مش عيب خالص، ولا ده مصير حتمي لازم تفضل مكمل فيه بقية حياتك. اشتغل واجتهد واطلب من خزائن ربنا واعمل كل اللي عليك. لو وصلت يبقى ده اللي في مصلحتك، ولو ما وصلتش يبقى برضه ده اللي في مصلحتك، وساعتها ارضى بأمر الله وارتاح. السلام عليكم. أول مشهد في فيلم أنا يا خالتي من المشاهد اللي بتضحكني قوي. تيمور ونوال اللي هم محمد هنيدي ودنيا سمير غانم راكبين مركب، فجأة المركب دي بتتحرق، فتيمور كأي شاب جدع في الدنيا نط من المركب وساب البنت اللي بيحبها بتولع، ونوال تصرخ وتقول له الحقني يا تيمور أنا بتحرق. قال لها الحريقة أحسن، دي المية ساقعة موت. أهو أنا بقى بفتكر الإفيه ده كل ما أشوف واحد غني وربنا موسعها عليه وقاعد يحبب الناس في الفقر. المثل بيقول الفقر مش عيب، صح؟ لا، أنا عايز أصحح لك بقى المثل ده. قلة الفلوس هي اللي مش عيب، لكن الفقر عيب. والفرق كبير قوي، لأن مش كل اللي ما عندهمش فلوس فقراء، ولا كل اللي عندهم فلوس أغنياء. ودي مش فلسفة والله، أنا هبسطها لك. لو أنت عندك مليار جنيه في البنك، ربنا يدينا ويديكم يا رب، بس حضرتك لسه عينك على المليار التاني. جالك المليار التاني بقيت تبص على التالت، وفضلت هكذا في السباق اللي ما بيخلصش ده، عمال تجري ورا سراب عمرك ما هتوصل له. الفلوس بالنسبة لك بقت رقم بيزيد على عداد، لا بتستفيد بفلوسك ولا بتفيد بيها غيرك، ولا عندك أصلا وقت تصرفها. انت عايش بس عشان تجمعها. هل انت كده تعتبر غني؟ انت معاك فلوس، بس الموضوع بالنسبة لك بقى هواية، زي هواية تجميع الطوابع أو تجميع العملات القديمة. عايش بتجمع فلوس، لكن مش ده الغنى. الشخص الغني هو الشخص الشبعان، ودي حاجة ملهاش علاقة خالص بالفلوس. ومن نفس المنطلق في ناس ما عندهمش فلوس لكن أغنياء، بعزة نفوسهم، برضاهم، بطموحهم وتطلعهم إنهم يبقوا أحسن. لو مش هتساعد الناس دي علشان يبقوا زيك، سيبهم في حالهم، بلاش تحببهم في الفقر، لأنك كده بتسحب منهم الطموح، بتسحب منهم الأمل في الله. كأنك بتقول لهم هو ربنا خلقنا كده، ناس أغنياء وناس فقراء، وما ينفعش حد من هنا يروح هناك، ولا ينفع حد من هناك يروح هنا. محتاجين يا جماعة نفصل بين الزهد في الدنيا والزهد في الله، وبين الطمع في الدنيا والطمع في الله. الزهد في الدنيا جميل، حلو انك ما تبصش للي في ايد غيرك، وحلو انك ترضى بكل اللي ربنا يديهولك، وحلو انك تعمل لاخرتك طول الوقت. لكن الزهد في ربنا انك ما تطلبش منه حاجة، دي تزعل ربنا منك قوي. ربنا سبحانه وتعالى يحب اللي يطمع فيه. عارف ليه؟ عشان خزاين ربنا ما بتخلصش، وانت مهما اخدت منها مش هتاخد اكتر من اللي ممكن ياخده عصفور صغير نزل يشرب من نهر كبير قوي. مش هنقول كلمة الفقر دي عشان كلمة مش صح، لكن هنقول قلة الموارد. ده ممكن يكون قدر ناس كتير، وده شيء لا يعيبهم ابدا، لكن برضو ما ينفعش طول الوقت نحبب الناس دي في ظروفهم. مش بقول نحرضهم او نزرع جواهم الحقد، لا، انا بقول ناخد بايديهم، نعترف بحقهم من مشروع في انهم يحلموا بحياة افضل، ولما يبقوا يجربوا وما تطلعش افضل هم احرار يا سيدي ساعتها. لكن ما نقعدش بقى احنا نقول لهم انتوا عايزين فلوس ليه؟ ده اصحاب الفلوس عندهم مشاكل. عايزين تاكلوا لحمه ليه؟ دي بتجيب نقرس. عايزين تركبوا عربيات ليه؟ ده مفيش احلى من دفى الاتوبيس وزحمته. من حق كل انسان يحلم انه يكون اغنى انسان في العالم، طالما هيسعى ويحقق ده من طرق مشروعه. وبرضه من حق اي انسان انه يرضى بحاله وما يتمناش اكتر من اللي في ايده ويقول الحمد لله كده اتعشت. لكن في الحالتين مش من حق حد تاني انه يقرر للانسان ده هو هيختار ايه. انا بقول الكلام ده بمناسبة ان بقيت اشوف كلام كتير قوي الظاهر بتاعه انه بيحث الناس على الرضا، لكن الباطن انه بيحببهم في الكسل وعدم المحاولة. كأنه بيقول للي بيسمعه انت ربنا خلقك كده، لو كان عايزك تبقى غني كان خلقك غني من الاول. وكأن كل أثرياء العالم اتولدوا في بقهم معلقة ذهب، أو كأن كلمة غني كلمة عيب وصاحبها مش هيدخل الجنة. وعشان تكون فاهم كويس قوي ومحدش يضحك عليك، الرضا أعظم نعمة في الدنيا، لكن الرضا بيجي بعد السعي، بيجي بعد انقطاع السبل.
مش قبل كده. يعني لو واحد اتولد فقير بس راح مدارس وذاكر كويس واشتغل شغلانه بعد الظهر عشان مصاريف الجامعه والكورسات وعمل كل اللي يقدر عليه عشان يشتغل وظيفه احلامه وطلب من ربنا سبحانه وتعالى قبل كل ده، لكن ربنا ما جعلوش فيها نصيب فرضي بامر الله وهو مؤمن وعنده يقين ان ده في مصلحته ورحمه ليه، ده ساعتها اسمه الرضا، انك ترضى بقضاء الله. ودول اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. لكن لو نفس الشخص ده لا راح مدارس ولا ذاكر ولا اجتهد ولا اشتغل ولا راح جامعة ولا اخد كورسات ولا قال يا رب، ده كده ما اسموش رضا حضرتك، دي اسمها جريمة في حق نفسه. فلو انت ربنا سبحانه وتعالى خلقك في ظروف مادية متواضعة، ده مش عيب خالص، ولا ده مصير حتمي لازم تفضل مكمل فيه بقية حياتك. اشتغل واجتهد واطلب من خزائن ربنا واعمل كل اللي عليك. لو وصلت يبقى ده اللي في مصلحتك، ولو ما وصلتش يبقى برضه ده اللي في مصلحتك، وساعتها ارضى بأمر الله وارتاح. وهو ده يا جماعة الفرق بين الفقر وبين قلة الموارد، وبين دعوة الناس للرضا وبين تشجيع الناس على اليأس. وكل سنة وانتم طيبين.